مرحبا، وصفتي لليوم حتكون بسكوت اليانسون بطعم كتير رائع، وكمان وصفة صحية وكتير حيحبوها الأطفال. بالبداية حنبلش بالمكونات. حنحتاج لكاسة كبيرة من السكر، وكمان ححتاج لملعقتين كبار من السمسم المحمص، وممكن إنكم تكتروا بزيادة كمية. رح أحط 3 ملاعق كبار من اليانسون المطحون، ملعقتين كبار من حبة البركة، ملعقة كبيرة من الكاكاو، وملعقة كبيرة من القرفة. بعدها رح أحط نص ملعقة كبيرة من الفانيلا، ونص ملعقة كبيرة من البيكنج باودر. بعد هيك رح أخلط كل المكونات هاي، ورح نبلش بإنه نضيف المواد السائلة. ضفت بيضة واحدة، وبعد هيك رح أضيف نص كاسة زيت ذرة، وكمان نص كاسة من الحليب السائل. طبعا بعد هيك بتخلطوهم كتير منيح. ورح يصيروا عندكم بهالشكل عجينة سائلة. هلأ حنبلش بإنه نضيف كمية من الطحين ونضل نخلط فيها لحتى نحصل على عجينة متماسكة. هلأ معلومة مهمة، في حال إنه انتو مش حابين يطلع لون البسكوت غامق، بإمكانكم إنه تحطوا شوية كاكاو، يعني رش صغيرة، أو ما تحطوا. وإذا حابينه يطلع غامق بهالشكل بتحطوا ملعقة كبيرة زي ما أنا حطيت. هلأ صارت العجينة بهالشكل متماسكة. رح أفردها بهالشكل. ببلش إني أقطع فيها بأي أشكال متوفرة عندي. طبعا سمك العجينة حيكون كتير رقيق، يعني تقريبا حيكون نص سنتي، لحتى يطلعوا مقرمشين. بتضلوا تقطعوا فيهم حسب الأشكال اللي انتو بتفضلوها، لبين ما إنه نخلص العجينة كلها. بعد هيك منشيل القطع اللي قطعناهم، منحطهم على صينية فرن على درجة حرارة 180. منشغل من تحت لبين ما إنهم يتماسكوا ويعطوا لون خفيف، وبعد هيك منحمرهم من فوق. بنتركهم بحرارة الغرفة لحتى يبردوا تماماً، وبعد هيك ألف صحة وعافية. بتمنى إنكم تشتركوا بالقناة، تفعلوا زر الجرس، وتحطوا لايك.